ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. لو اول مره تشوفي فيديو ليا، انا اسمي مارينا ودي قناتي. ادعميني كده بلايك، ولو اول مره تشوفي فيديو ليا اعملي لي سبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. طبعا انتوا شايفين حلاوه الليفت وحلاوه مخلل الليفت البيتي اللي انضف اكيد من بره، وشكله بجد زي بره واحلى. تعالي اقولك ازاي تختاري الليفت وازاي تعملي احلى مخلل ليفت يفضل مقرمش معاكي لاخر واحده. وانتي بتختاري الليفت لازم تختاري الواحدة اللي ما تكونش كبيرة. الكبير ده بيبقى زي الأسفنج بالظبط، بيشرب المية وبيتهرى وبيبقى حاجة وحشة خالص. تختاري الصغير أو الوسط، وطبعا يتغسل كويس جدا لأن بيبقى فيه طينة كتيرة جدا. وكمان تشيلي العنق الأخضر اللي بيبقى طويل ده فيه، وتشيلي أي جذور كده فيه من تحت. خلاص يتنضف كويس جدا وتشيلي منه أي حاجة مش كويسة. وقدامك بقى هنا كده تقطعيه يا اما بالسكينه يا اما بقطاعه البطاطس دي، بتخليه زي الجاهز كمان. انا اول حاجه كده الاول هقطعه شرايح بالسكينه بتاعتي، وبعدين هقطعه بقى شرايح اللفت العادي اللي احنا عارفينه بالقطعه التانية بتاعه البطاطس. هقطعه كده شرايح وسط، ما تكونش تخينه قوي وما تكونش رفيعه، شرايح وسط. وبعدين هجيب قطاعه البطاطس اللي انتوا شفتوها دي معايا يعني بتقطعه كويس جدا زي بتاع المحلات. طبعًا أهم حاجة إن هو يكون متنضّف كويس، إنما بقى إن أنتِ لمّا تيجي تقطّعيه، قطّعيه بالحاجة اللي تريّحِك واللي موجودة عندِك، سواء بسكينة أو بقطّاعة البطاطس. زي ما أنتم شايفين كده بتدّي له تقطيعة زي بتاعة برّه بالضبط. طبعًا أنتم شُفتوا أنا باقطّعه إزاي، بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. هاقطّع بقى الكمية كلّها بتاعة اللفت بتاعتي على حسب ما أنتم عايزين كيلو، 2 كيلو، وهارجع لكم تاني. هاقطّع الكمية بتاعتي كلّها وبعدين هاجي لكم تاني. وهنا بقى بعد ما قطعت كمية اللفت بتاعتي كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ ان انا بقى نشوف الحاجة اللي بتدي له لون مميز. طبعا عندنا البنجر، انا باخد شريحة بسيطة جدا من البنجر، بغسله كويس وبشيل القشرة بتاعته، وابدأ إن أنا أقطّعه شرايح صغيّرة جدًا زي ما أنتم شايفين، لإن البنجر بيدّي لون قوي أوي، وأنا برضه ما باحبش اللون القوي أوي يعني بتاع مخلل اللفت. يعني باخلّيه كده وردي بس كده يكون لون كويس وهادي. تعالوا بقى نعمل المحلول بتاع الملح. أنا معايا لتر مَيّة، لتر مَيّة باحط عليه 5 معالق كبيرة ملح، ومعلقة كبيرة سكر. السكر بتحافظ عليه وكمان بتدّي له قرمشة لآخر واحدة، وأقل من ربع كوباية خل، خل طعام. يبقى كده 5 معالق ملح ومعلقة سكر وأقل من ربع كوباية من الخل، وهابدأ أقلبهم مع بعض. هنا بقى أي برطمان عندِك، سواء إزاز أو بلاستيك أو أي حاجة، أهم حاجة إن هو يكون مغسول كويس جدًا وما فيش فيه مَيّة خالص، يكون متنشف من المَيّة خالص. هابدأ إن أنا أحط فيه اللفت، هاحط كده شوية حلوين من اللفت، وهابدأ إن أنا أحط البنجر عشان يدّي له اللون. بين كل كده مثلًا شوية لفت وشوية لفت هاحط شريحة أو 2 من البنجر. يعني أنا كده كنت حطيت شوية لفت، هاحط الحتتين دول من البنجر وارجع أحط اللفت فوقهم تاني. خلاص أنا مش باكتّر بنجر لإن أنا ما باحبش اللون زي ما باقول لكم يكون صعب أوي يعني. هارجع أحط يعني قطعة تانية أو شريحة تانية وأكمّل البرطمان بتاعي. هنا بقى هاجيب محلول الملح اللي أنا عملته معاكم وأحطه على المخلل اللفت بتاعي لحد ما ياخد، خد اللتر كله تمام، ما خدش اللتر كله ما فيش أي مشكلة خالص. هنا معايا هو خد اللتر كله، يعني البرطمان بتاعي ده خد لتر المَيّة كله. هابدأ بقى أقفله بstretch roll أو بكيس بلاستيك عندِك أو بأي حاجة. خلاص، اقفليه كويس أوي واقفليه بإحكام كويس أوي عشان ما يدخلوش هوا ويبوظ. وبعدين سيبيه بقى معاكِ من 5 ل7 أيام. هو الملح بتاعه هيبقى مضبوط جدًا. بعد 5 أيام دوقي كده منه، لقيتيه استوى والملح بتاعه كويس، خلاص ما فيش مشكلة. ابدئي بقى كُلي منه، بس شيلي منه بمسّاكة أو بمعلقة. ما تحطّيش إيدِك فيه بشكل مباشر، عشان يعيش معاكِ أطول فترة ممكنة. ولو أنتِ عايزة تعملي كمية لِفْت وتخزّنيها مثلًا لأي وقت تاني، حطّي اللِفْت بحاله ما يكونش متقطّع، لأ اللِفتة يعني قطعة اللِفْت حطّيها بحالها عشان يعيش معاكِ. لكن لو أنتِ عايزة تاكليه بشكل سريع، في خلال كام يوم قطّعيه زي ما أنا قطّعته. تعالي بقى بعد ما المدة خلصت وهو اتخلِّل بعد أسبوع، شوفوا بقى الشكل واللون والجمال عامل إزاي. هابدأ إن أنا أفتحه معاكم، وزي ما أنا باقول لكم باطلّع بحاجة عشان يعيش معايا، وزي الفل زي ما أنتم شايفين شكله فظيع.
طبعًا أنا كده بقى إيه باقرّب الطبق عشان تشوفوا، هو شكله باين أوي فظيع، طبعًا هو شكله بيتكلم عن نفسه زي برّه وأحلى، بس طبعًا أنضف، أنتِ غاسلاه ومقطّعاه بإيدِك وعارفة أنتِ عاملاه إزاي، وكمان أوفر من برّه بكتير، جرّبيه وعلى ضمانتي فظيع. أنا مش محتاجة أقول لكم اللفت حلو إزاي، هو شكله باين ولونه مضبوط جدًا، ويعني مقرمش ومش مهري وتحفة بجد، بجد تحفة. جرّبوه، لو عجبِك الفيديو اعملي لي لايك وشير واكتبي لي تعليق حلو زيِّك، كل تعليق منكم بيشجعني بجد إن أنا أكمّل، وكمان لو أول مرّة تشوفي فيديو ليّا اشتركي في القناة وفعّلي زر الجرس عشان يوصلِك إشعار بكل فيديو جديد. مع السلامة.